بتحب الزمالك من قد ايه؟ الاستاذ لا انا عايز اخد من جانب شخصي يعني. من اول ما طلعت. ايه؟ من اول ما طلعت وانا بشجع الزمالك. خوالي كان زملكاوي وطلعت زملكاوي. فبقيت زملكاوي. يعني انت طلعت لعبت كوره زملكاوي، يعني انا واشجع الزمالك. في الصف يا اهبل يا ابن الاهبل. زملكاوي جمال بيه ولا اهلاوي؟ الميول كانت ميول زملكاويه. انا ما اقدرش ميولك زملكاويه. يعني ما اقدرش اقول دلوقتي. اتحاد الكرة المفضوح بتاع جمال علام عارف كويس مين اللي سرب الفيديو والحوار بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع غرفة الفار. وكمان أعضاء لجنة الحكام عارفين اسم اللي سرب المحادثة الخاصة بضربة جزاء الزمالك. المثير للدهشة وعلامات الاستفهام إن اتحاد الكرة ترك الحكم محمد عادل يروح للنيابة العامة للحصول على حقه المزعوم، مع إنهم كلهم عارفين إن حوار الفضيحة اللي تم تسريبه حقيقي وما فيش فيه تشكيك. طبعا الاتحاد المفضوح عارف إن انتهاء ونتيجة تحقيقات النيابة هتظهر بعد رحيل الاتحاد اللي هيكون يوم 10 ديسمبر، اللي هو موعد إقامة الانتخابات وقدوم مجلس إدارة جديد. ماشي، هل بالصورة العادية؟ يا راجل ده الكورة مرتبطة اللي بعد ما دخل البيت. ثانية مين؟ تاني هجيب له الكلوز. هات الكلوز. خد الكلوز دي كمان اهو. طب خد دي خد دي خد دي خد دي اهي. صعب قوي يا ميدو. تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل في إنجلترا. الأمر طبعا مختلف تماما، لأنه لا توجد أيادي مرتعشة ولا فيه جبن أو خوف أو هروب من تحمل المسؤولية. هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أوقفت الحكم ديفيد كوت بسبب مقطع فيديو تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي. ظهر خلاله الحكم وهو يتحدث بتصريحات مهينة عن مدرب ليفربول السابق الألماني يورغن كلوب. What did you think of the Liverpool game earlier when you were fourth official? Liverpool was shit. What do you think of Jurgen Klopp? Cunt, absolutely. What would you say? Why would you say that Jurgen Klopp was a cunt? Aside from having a right pop at me when I ref them against Burnley in lockdown, then he accused me of lying, and then just had a right fucking pop at me, and I've got no interest in speaking to someone who's fucking arrogant. So I do my best not to speak to him. Milner's all right. I get on with so James Milner. You get someone James Milner. You can see me there with mask on. Yeah. Mask on, obviously. Yeah. COVID got to be done. Social distancing, right? We're 10 meters apart. We have to social distance. Yeah. So, but oh my god, German cunt, fuck me. Long story short, Jurgen Klopp's a cunt. Liverpool are all fucking bellends, and we hate Scousers. ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع قال كوت إن كلوب كان متعجرفا، كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه. هناك في الدوري الإنجليزي مفيش جمال علام وأمثاله، والمسؤولين أعلنوا فورا إيقاف الحكم لحين إجراء تحقيق كامل. وبشكل فوري الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف الحكم واستبعاده من المباريات الخاصة بالبطولات التابعة للاتحاد الأوروبي. أما عندنا فالحكاية فساد في فساد واعترافات بالفساد ومجاملات لنادي واحد ومفيش غيره، وكله بقى على المكشوف، لدرجة إننا وصلنا لحكم بيعترف بكل صراحة مع حكام الفار إن الكرة مش ضربة جزاء للزمالك. ومع ذلك فوجئ الجميع بأنه حسب ضربة جزاء للزمالك كسب بها مباراته مع البنك الأهلي في الدوري. تسريب فضيحة للحكم ومجاملات مفضوحة للزمالك، ومع ذلك مفيش أي شخص في اتحاد الكرة اتحرك ولا حاسب حد. وتقريبا كده الحكاية بقت مقرر إن الزمالك ده لازم تتم مجاملته، خوفا من إن الناس تصحى من النوم تلاقيه منسحب كل يوم من أي ماتش. ده من فجرهم مفيش حد بيفكر يطلع راجل وينفذ كلمته، وتتم الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي يمسك لجنة الحكام، لأن تجربة كلاتنبيرغ فضحت المفضوحين كلهم وكشفت كل الناس دي قدام العالم، فمش عاوزين يكرروها تاني. وكله بقى بيحارب فكرة الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي يحل محل البهوات الفسادة اللي عندنا. يا راجل ده الكورة مرتبطة اللي بعد ما دخل البيت.
ثانية مين؟ تاني اجيب له الكلوز. هات الكلوز. خد الكلوز دي كمان اهو. طب خد دي خد دي خد دي خد دي.